القصة الحقيقية لعواد وأرضه التي لم يبيعها ومات دفاعا عنها. عرف التراث المصري قصة عواد الرجل الذي باع أرضه، ونالت القصة شهرة بعد أن قدم أوبريت كتب كلماته مرسي جميل عزيز وبث على الإذاعة المصرية ونال شهرة واسعة. تقول مطلع الأغنية: عواد باع أرضه يا ولاد، شوفوا طوله وعرضه يا ولاد، لتحكي عن قصة حقيقية لشخص تخلى عن أرضه وباعها. لكن حقيقة الأوبريت عكس ذلك، فهو لن يتخلى عن أرضه ويبيعها مقابل المال، بل دافع عن أرضه حتى الموت غدرا. وتعود قصتها إلى العصر الملكي في قرية كافور نجم بمحافظة الشرقية عام 1946 ميلادية، وكان أبطالها الفلاح عناني أحمد عواد والبرنس محمد علي. حينها عرض مفتش الدائرة 8 فدادين للإيجار مقابل خلو رجل، وتقدم عواد ودفع 160 جنيها واستأجر الفدادين. ولكن تغير المفتش وجاء آخر وطمع في الفدادين ورغب في استردادها من الفلاح بكل بساطة، لكن عواد فعل ما لم يتوقع وقال: خد الأرض بس اديني 160 جنيه اللي دفعتهم للمفتش من قبلك. وحينها تعجب المفتش الجديد من جرأة الفلاح، واعتبره تحديا له وللبرنس محمد علي. ومن هنا بدأت الأزمة. قرر المفتش إرسال غفراء لخروج عواد من الأرض بقوة، ولكن الفلاح وقف لهم قائلا: سأقابل القوة بالقوة ولن تمروا إلا على جثتي. ولم يتمكن الغفراء من التقرب منه بسبب طوله وعرضه، لأنه كان صاحب بنية قوية. وبعد مرور أيام قليلة عاد البوليس لاعتقال عواد وترحيله إلى معتقل الطور، وأثناء اعتقاله تسلم المفتش الأرض التي عجز عن الحصول عليها بغفرائه. وبعد خروج عواد من المعتقل رفع قضية على الأمير محمد علي، وقال إنه لن يرفعها على المفتش أو الوكيل لأنهما ليسوا أكثر من دلاديل. خلال تلك الفترة كان عواد تحت المراقبة، وضروري أن يقضي كل لياليه في نقطة البوليس. وفي إحدى الليالي قبل الفجر قالوا له: اخرج. فقال لهم: ليه؟ لسه بدري. ليردوا عليه: لازم ننظف عشان في تفتيش بكرة. بالفعل خرج عواد وفوجئ ب10 رجال، كل واحد منهم يحمل سلاحا مختلفا، واضطر لمواجهة القتل وهو أعزل للدفاع عن نفسه، ولكنه لم يتمكن أمام الغلبة وسقط ميتا. وهذه هي الصورة الوحيدة لعواد. تابعوني، هقول لكم قصص تانية وهقول لكم على حقائق تانية. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.